لما حد بيسألك انت مين أو عرفي نفسك، الإجابة بتكون سهلة قوي. يعني بتقولي أنا زوجة أو مش متزوجة، عندي أولاد أو ما عنديش، بشتغل أو ما بشتغلش، ساكنة فين. وغالبا التعريف بينتهي لحد هنا. بس لو عمرك فكرتي إن الإجابة دي ممكن ما تكونش الإجابة الحقيقية أو الكاملة لسؤال انت مين؟ أنا شيماء سليمان، وده بودكاست انت وأهدافك. أنا مين؟ سؤال إجابته ممكن تكون طويلة شوية ومحتاجة مننا كمان تفكير. أنا مين؟ يعني انتي بتحبي ايه؟ بتكرهي ايه؟ ايه مميزاتك ونقاط القوة بتاعتك؟ إيه الحاجات المهمة فعلا بالنسبة لك؟ أهدافك وطموحاتك؟ إيه القيم المهمة عندك؟ ايه المعنى المهم اللي في حياتك؟ كل دي حاجات كتيرة قوي عن نفسنا، غالبا ما بنبقاش قوي قادرين نجاوب عليها، أو حتى يمكن عمرنا ما فكرنا فيها. أعتقد دلوقتي إجابة سؤال انتي مين ممكن تكون محتاجة شوية تفكير وكمان تركيز. محتاجة تفكير وتركيز مننا، لأننا غالبا بنبقى فاقدين التواصل مع نفسنا من زمان قوي. يعني خلينا نرجع كده أيام زمان. وإحنا أطفال لما بنتولد ربنا سبحانه وتعالى بيبقى خلقنا آه بكل حاجة جوانا، مميزاتنا وعيوبنا، الحاجات اللي بنعرف نعملها، نقاط القوة بتاعتنا، القدرات بتاعتنا، الحاجات اللي احنا مميزين فيها. كل حاجة بتكون جوانا. آه مع تأثير المجتمع، مع طفولتنا اللي بنمر بيها، التجارب اللي بنعيشها، بنبتدي نتحط في قوالب كده. القوالب دي بتخفي شوية النفس الحقيقية بتاعتنا، بتخلينا بتضطرنا ان احنا نعيش بنفس تانية مزيفة، نفس مش حقيقية، نفس بتكون اكتر متماشية مع المجتمع. يعني مثلا لو افتكرنا زمان ايام المدارس، كلنا بندرس نفس الحاجات، كلنا بيتحط لنا نفس المعايير، نفس معايير التفوق، نفس معايير النجاح. مفيش حاجة اسمها حد مختلف، كلنا شبه بعض. فالقوالب اللي بنتحط فيها ديت بتخلينا طول الوقت قاعدين بنحط طبقات على نفسنا الحقيقية، ونظهر نفس تانية قادرة تتماشى مع المجتمع اللي هي عايشة فيه. بعد كده لما بنمر بمرحلة المدرسة وندخل مرحلة تانية، مرحلة الجامعة، أو قبل حتى مرحلة الجامعة بشوية، مرحلة ثانوية عامة واختيار الكليات اللي احنا ندخلها، كل الحاجات ده بيمشي آه، تبع الامتحانات ومجموعك، وجبتي كام هو اللي بيدخلك الكلية. احنا ما بنختارش احنا بندخل كليات ايه، احنا بندخل الكليات اللي مجموعنا بيجيبها. كل دي برضو حاجات بتتحط طبقات فوق نفسك الحقيقية. كل ده بيفقد التواصل مع نفسنا أكتر، بيفقد تواصلنا مع نفسنا الحقيقية، معرفتنا احنا بنحب ايه ما بنحبش ايه. اختياراتنا ما بتكونش بمزاجنا، اختياراتنا احنا غالبا ما بنكونش مخيرين، احنا بنبقى مسيرين. المجتمع هو اللي بيزقنا. يعني احنا خلاص خلصنا مدرسة، دخلنا ثانوية عامة، جبنا مجموع، انت بتدخلي الكلية اللي مجموعك بيجيبها. بعد كده بتروحي الكلية بتدرسي، بتتخرجي من الكلية بتشتغلي في نفس المجال اللي انت اتخرجتي منه. نادرا قوي لما بتبتدي تحسي او بتبتدي شوية تفوقي، هو انا اللي انا بعمله ده هو ده اللي انا عاوزاه ولا لا. لما بعد شوية، اوقات ناس بتحس بده فتبتدي تفكر وترجع، هو انا فعلا انا ماشية في الطريق اللي انا عاوزاه. وفي ناس تانية بتفضل مطحونة وجوه الدايرة وما بتفكرش ابدا تغير، لان التغيير مش من الحاجات السهلة. التغيير من الحاجات اللي بتخوف الناس، بتخوفنا ان احنا نغير. يا ترى لو انا غيرت، هل الحاجة الجديدة دي هتكون مناسبة ليا؟ خوفنا دايما من الحاجات المجهولة بيخلينا نقف، ما نقدرش نكمل. يعني في ناس بتكتشف فعلا ان هي انا عاوزة اعرف بقى هو انا ماشية صح ولا غلط، وفي ناس بتفضل مكملة. في ناس بتكتشف بعد سنين كتير. في ناس بتحس ان هي ماشية غلط بس مش بس خايفة وبتفضل انها تكمل، لان التغيير مش اي حد هيعرف يعمله. هو محتاج منك شجاعة، ومحتاج منك تقرري
ان انتي مش هتقدري تكملي بنفس الشكل ده، لان فقدان التواصل مع نفسنا بيوصلنا لمرحلة ان احنا بنبقى حاسين بغربة، حاسين ان احنا مش عارفين نفسنا. احنا بنخاف نقعد مع نفسنا شوية، بتلاقينا دايما بنفضل ان احنا نفضل مطحونين ونفضل مشغولين عن اننا نقعد شوية مع نفسنا. عمرك قعدتي كده مع نفسك شوية بدون ما يبقى في اي مشتتات حواليكي، بدون ما يكون اي حاجة عاملة دوشة خارجية؟ هتلاقي ان انتي مش عارفة تعملي ده. كل ده لان في فقدان حقيقي للتواصل ما بينك وما بين نفسك الحقيقية. عشان نرجع بقى نفسنا الحقيقية اللي اختفت تحت الطبقات الكتير دي، هتكوني محتاجة تسمعي نفسك وتركزي معاها، تقفي بجد مع نفسك وتسمعيها، تقضي وقت كويس، تشوفي انتي عاوزة ايه، انتي بتحبي ايه. فكري كده شوية، فكري في اللي بيسعدك وبيسعدك ليه بحس ان انا مبسوطة قوي في الاوقات دي، واللي بيزعلك ليه برضو بيزعلك. فكري في اكتر المواقف اللي حسيتي فيها ان انتي غضبانة او حزينة، او حتى حسيتي بسعادة، حسيتي بحماس. كانت المواقف دي حصلت مع مين، وايه اللي حصل فيها، وليه حسيتي بكده؟ إجابة سؤال ليه هي أكتر حاجة هتساعدك توصلي فعلا لأسباب حقيقية جواكي وحاجات فعلا حقيقية جواكي بتفرق معاكي. ممكن تفكري أيام الطفولة بتاعتك أو أيام زمان، كان إيه اللي لما بيحصل بيحسسك إنك مبسوطة، إيه اللي كنت بتحبي تعمليه. كل ما فكرتي أكتر في أيام زمان والحاجات اللي كنت بتعمليها زمان، هتلاقي إجابات كتيرة قوي هتساعدك تكتشفي حاجات جواكي. بس حاولي واسمحي لنفسك بده، اسمحي لنفسك ان انتي تقعدي وتفكري وتركزي. عاوزاكي كمان تفكري ايه الحاجات اللي بتعرفي تعمليها كويس. فكري كده ايه الحاجات اللي بتعمليها من غير مجهود، لان دي تعتبر نقاط قوة عندك لازم تاخدي بالك منها. ايه مثلا الحاجات اللي صحابك بيلجأولك عشان تعمليها لان انتي بتعمليها كويس قوي، او بتساعديهم فيها، او بتعرفي تعمليها، بيقولوا ان انتي شاطرة قوي في الحاجات دي. دي هتكون نقاط قوة عندك. فكري كده في أحلامك، في أهدافك، عاوزة بكرة يبقى عامل ازاي، ايه الحلم اللي دايما بتتخيليه. لو غمضتي عينيكي وتخيلتي حياتك، هتتخيليها عاملة ازاي. كل ده بيخليكي تتواصلي أكتر مع نفسك. ادي نفسك وقت، قضي وقت مع نفسك. فكري كده لو كل العقبات ما بقتش موجودة، لو كل الظروف كانت مهيئة، ممكن تعملي ايه في حياتك، او هتكوني عاوزة ايه. لو ما بقاش في اي مشاكل ولا عقبات في حياتك، تخيلي كده حياتك هتكون عاملة ازاي، هتكوني عايشاها ازاي. لو هتعملي حاجة تطوعية مثلا، هتتطوعي في حاجة وهتعمليها بدون مجهود خالص، تفتكري ممكن تكون ايه الحاجة دي. كل دي أسئلة ممكن تساعدك تتواصلي أكتر مع نفسك وتفهميها أكتر. كل ما ركزتي أكتر مع نفسك، هتزيلي طبقة من الطبقات اللي اتحطت على نفسك الحقيقية، لحد ما توصلي فعلا لنفسك الحقيقية اللي انت عاوزاها. كل ما ركزتي أكتر واديتي لنفسك وقت أكتر، هتشيلي طبقات كتيرة قوي لحد ما توصلي. عايزة كمان أقولك جربي حاجات جديدة. التجارب الجديدة دي بتخليكي تشوفي حاجات مختلفة ما شفتيهاش في نفسك قبل كده. تتبعي أي حاجة جواكي أو أي شغف جواكي ناحية حاجة معينة ممكن تكوني هتحبيها. يعني مثلا لو نفسك تجربي حاجة من زمان، حاسة إن الحاجة دي ممكن تلفت نظرك، جربيها. افتحي لنفسك كده آفاق مختلفة وتجارب جديدة. ده هيساعدك جدا إن انت تكتشفي نقط انت ما اكتشفتيهاش قبل كده في نفسك. بس قبل ما تبدأي رحلة الاكتشاف دي، لازم تاخدي بالك من شوية حاجات مهمة أوي. لازم تكوني كمان حذرة جدا وانت بتبدأي
الرحلة دي. ليه بقى؟ علشان ما تدخليش في حالة تمرد وأنانية. يعني مثلا أوقات هتحسي إن انتي علشان طول الوقت مش شايفة نفسك أو مش عاملة حاجة لنفسك أو مش مهتمة بيها، فهتحسي بوجع أو ألم، فده يخليكي تتمردي قوي على اللي انتي فيه، وتتمردي جدا على اللي انتي كنت عايشاه، وتبقي عايزة تتنقلي للحالة التانية اللي هو بحب نفسي بس، أنا بعمل اللي أنا عاوزاه بس، أنا بفكر في نفسي بس، لأن أنا حاسة إن هي كانت مظلومة طول السنين دي. فتبتدي تبقي أنانية أو يبقى في شوية عدم مسؤولية ناحية الأدوار اللي انت عايشاها في حياتك. خدي بالك من النقطة دي، إن انت ما تروحيش من الأقصى اليمين لأقصى الشمال عشان ما تخسريش حاجات كتيرة. فخدي بالك ووزني الأمور. يفضل إن وانت بتقودي الرحلة دي يكون معاكي حد، ما تكونيش لوحدك. الحد ده هيبقى موجه ليكي، هينبهك لو انت او حاسه ان انتي رايحه لحاله من الاكستريم. ويفضل ان انتي كمان ما تاخديش اي قرارات مهمه في حياتك في الفتره دي، علشان ما تكونش نتيجه حاله الغضب اللي جواكي ان انتي عاوزه تعملي اي حاجه عكس اللي كنتي بتعمليها. خلي عندك دايما مرجعيه ترجعي لها، مرجعيتك دينيه، مرجعيتك بعض العادات والتقاليد اللي بتحكمنا. ما تبقيش قوي، ما تشذيش قوي عن الطبيعي بتاعك. ما تخليش حالة اللي هو أنا عاوزة أغير دي تدخلك في حالة تمرد على حاجات كتير في حياتك. لا، ركزي جدا ان انت عندك مرجعية دينية هترجعي لها، مرجعية ثقافية، مرجعية أخلاقية، مرجعية المجتمع والعادات اللي انت مرتبطة بيها. عشان كده يفضل زي ما قلتلك يكون في حد معاكي في الرحلة دي. ممكن تحسي بشوية مشاعر سلبية ناحية الماضي، ناحية حياتك اللي قبل كده، ناحية أشخاص معينة كانت في الماضي. عاوزاكي في النقطة دي توقفي وتفكري كويس قوي إن اللي حصل في الماضي ده كان آه هو قدر من ربنا سبحانه وتعالى. أكيد 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 خلي عندك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى طالما حطك في اللي حصل ده، ففي معنى وهدف وغاية للي انت كنت فيه ده. حاولي تطلعي المعاني من الرحلة اللي كنت عايشاها بدون شعور بحالة من الغضب ناحيتها. حاولي تفكري ان انت كل حاجة مريتي فيها فهي اثقلتك بالتجارب. لو انت في النقطة دي او في المرحلة دي حسيتي ان انت محتاجة متخصص علشان تقدري تمري او تتقبلي المشاعر اللي انت حاسة بيها ناحية الماضي، او ان انت تشتغلي على اي جزء من الماضي، ممكن جدا يساعدك ان انت تشتغلي مع ثيرابيست يساعدك في التعامل مع مشاعر الماضي ومحاولة تقبلها. هيكون كويس قوي لو عملتي كده. لكن فكري أولا وأخيرا إن ربنا سبحانه وتعالى أي حاجة كتبها لنا وأي حاجة مرنا بيها فهي وراها معنى ووراها هدف وهو قدر. فخليكي متمسكة بالنقطة دي، وخلي إيمانك بالله يخليكي تعدي المرحلة دي بدون ما تدخلي في حالة من التمرد على اللي حصل زمان. أتمنى يكون كلامي ساعدك وفرق معاكي، ولو وصلتي معايا لحد هنا فبقولك شكرا، والسلام عليكم.